حاليا في منطقة الجرجرات هو إعادة استنساخ لما حدث العام الماضي، وهو دخول عناصر من البوليساريو إلى هذه المنطقة أو الشريط العازل في جنوب المملكة المغربية. ليس فقط الوغول بعناصر للبوليساريو في هذه الشريط العازل، ولكن أيضا تمثل انتهاك شديد لقرارات الشرعية الدولية وقرار الأمم المتحدة مجلس الأمن في هذا الخصوص. نتذكر أنه في العام الماضي عندما قاموا بنفس الفعل وجه لهم مجلس الأمن إنذار بضرورة الانسحاب في خلال 15 يوما، وقد استجابوا في ذلك الوقت. بالتالي ما يحدث الآن هو فقط نوع من الاستعراض ومحاولة استفزاز المغرب للدخول في مواجهة لا يحمد عقباها. الموقف الأمم المتحدة ممثل في السكرتير العام أنطونيو غوتيريش كان واضحا وصريحا أنه أرسل إليهم رسالة شديدة اللهجة بضرورة ألا يتم اتخاذ أي إجراءات من سبيلها أن تمثل تغيير في الوضع القائم في هذه المنطقة، لأن هذا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن واتفاق حتى وقف إطلاق النار الذي يعود إلى عام 1991. فبالتالي هذه الأفعال غير المسؤولة هي مجرد استعراض نعم. للقدرة على القيام بأعمال من شأنها أن تصعد في الأمر في وقت لا يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى هذه النوع من الصراعات. نعم سيد أحمد فتحي، ثمة أنباء عن اجتماع مرتقب بين المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر وأمين عام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. هل لديك أي معلومات أو تأكيدات في هذا السياق؟ اللقاء ربما مرتقب آخر هذا الشهر. مندوب البوليساريو غالي أعلن أنه سيلتقي بكولر في برلين في نهاية هذا الشهر، وكذلك الجزائر. أما بالنسبة للموقف المغربي فهو يعني موقف متشدد تجاه عدم القيام بأي اجتماعات حتى يتم انسحاب البوليساريو طبقا لقرارات مجلس الأمن من شريط منطقة الجرجرات، وعدم وجود أي عناصر عسكرية أو عناصر مدنية في المنطقة طبقا للقرارات الدولية. نعم، وأنا أشكرك جزيل الشكر على تلبية دعوتنا هذا المساء من نيويورك السيد أحمد فتحي، رئيس تحرير قناة ATN.